صاحبتها بتقول والله انا معايا نسخة من فيديو، في حد مش عارفة هي ماسكة عليه فيديو وهددوها وقالوا لها هنقتلك ومش عارف ايه. وفي واحدة في بنت كانت بتساعد على ده. وموضوع اللي هو جه ببدلة وخد حاجتها ده، اقسم بالله انا شفته بعيني. واحد جه شال الموبايل وشنطتها وحاجتها وببدله كده، بس انا عمري ما شفته في الجامعه، انا ما اعرفوش، ممكن في الجامعه بس انا ما اعرفوش، غريب بجد، ما اعرفش اسمه ايه. جه شال حاجتها واختفى. اتفرجوا وانهم منعونا ان احنا يعني ننقذ بنت بتموت وبتطلع في الروح ودمها سايح ومفيش اي تحرك من الاداره او العاملين، كلهم واقفين كلهم بيتفرجوا. انا طالب في كليه العلوم جامعه زقازيق. انا بس حابب اقول كلمتين، يعني كلمتين حق، يعني في حق البنت اللي ماتت، وانهم كانوا بيتفرجوا وانهم منعونا ان احنا يعني ننقذ بنت بتموت وبتطلع في الروح ودمها سايح ومفيش اي تحرك من الاداره او العاملين، كلهم واقفين كلهم بيتفرجوا. لان انا هحكي بس اللي حصل من بدايه اليوم. اولا اليوم اللي البنت وقعت فيه ده كان عندنا امتحانات شفوي، وطبعا امتحانات الشفوي عندنا كانت بتبدا من 8 يا دوب خلصنا الامتحانات على الساعه 2 كده. انا كنت بمتحن في قاعه جنبها في الدور الارضي. فطبعا في مبنى رياضه، المبنى ده عباره عن مش 6 ادوار زي ما في ناس بتقول، وان هي وقعت من الدور السادس زي ما في قنوات طلعت وقالت ان هي وقعت. ما فيش دور سادس في الكليه اصلا. دي اول حاجه. تاني حاجه احنا كنا بنمتحن عادي ما فيش اي مشكله، وبعد كده سمعنا صويت مره واحده وفي حاجه اترزعت على الارض. فطبعا الدكتور طلع، سكوت سكوت. الدكتور طلع وبعد كده رجع لنا تاني. فطبعا قلنا خلاص، يعني الدكتور طلع قال ما فيش حاجه، يعني نكمل امتحانات. كملنا الامتحان بعد ما الدكتور طلع وكده، ما فاتش تقريبا 10. طلعنا. اول ما طلعنا لقينا طبعا الدكاتره المحترمين واقفين والعاملين كلهم واقفين والمعيدين برضو، محدش راضي يجي جنب البنت، والبنت دمها سايل. فطبعا كلنا جرينا، يعني كلنا طلعنا نجري بقى نشوف ايه اللي حصل او كده. لقينا البنت سايحه في دمها خالص. بنقول للدكتور او بنقول للدكتور يعني حد يتصل على الاسعاف، عمالين نزعق حد يتصل على الاسعاف اي حاجه. والله راحت كلمه عندي دلوقتي بترن في ودني من شخص للاسف مسؤول ومن اهم مسؤولي الكليه، هو عارف نفسه كويس. رد لما بنقول له اتصل على الاسعاف، راح جاي قال لنا ماليش دعوه والله. فطبعا احنا رنينا على الاسعاف وتمام جاي بسرعه، وقال لنا جاي خلاص ماشي. كذا حد كلم الاسعاف تمام. بعد ما رنينا على الاسعاف حوالي بتلت ساعه ولا 25 دقيقه من وكل ده واحنا واقفين عمالين نزعق للاساتذه اللي واقفين، هيتاخد الكارنيه بتاعه وهيتاخد الموبايل. فطبعا احنا بدانا نصور، يعني احنا بدانا نطلع التليفونات عشان نصور اللي طبعا الاتحاد الطلبه كلهم راحوا جايين على فتفتيش مره واحده، تفتيش ذاتي. طلع تليفونك طلع. واللي مش كان بيطلع تليفونه كان الكارنيه بتاعه بيتاخد، وانا الكارنيه بتاعي برضو اتاخد ساعتها احنا مش عارفين نعمل ايه. الدكاتره واقفين، الاساتذه والدكاتره اللي المفروض ان هم بيعتبرونا زي او واقفين، وفي بنت بتطلع في الروح. وللعلم هي بنت كانت يعني لما وقعت كان لسه فيها روح، يعني هي البنت كان وبدانا احنا يعني لما الاسعاف اتاخر بدانا احنا الطلبه احنا، وبدانا نقيس نبض البنت نشوف لسه فيها روح ولا عايشه ولا لا. وكان فيها. كان طبعا الدكاتره منعونا للمرة الثانية، ابعد ابعد ابعد، محدش عارف. كلنا بلا استثناء طبعا بعدنا مش عارفين، والدكاترة وإدارة الكلية كلها واقفة مش عارفين يعملوا أي حاجة، مفيش حد راضي يقرب. الحمد لله الإسعاف وصل بعد تلت ساعة ولا 25 دقيقة بعد ما احنا كلمنا. وطبعا الإسعاف أول ما جه احنا بنزعق له يعني خش شيل البنت.